زي ما انتم متعودين معانا. الإعلان كان بيقول استدراجا للإعلان الخارجي رقم 23 لسنة 2023. تعلن الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد بالشروط الآتية. طيب، هنقول الوظائف وهنقول الشروط بتاعتها. هنا بيقول عندنا وظيفة مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارة العامة للصيانات، وعندنا مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارة العامة لصلاحية الطائرات، ومطلوب مهندس عمرة وحدات الطائرات. ده أسلوب التعيين هيكون بالتعاقد. طيب، الشروط بتكون الحصول على بكالوريوس كلية الهندسة أو ما يعادله تخصص ميكانيكا قوة، هندسة طيران وفضاء، وهندسة طيران، وهندسة وإدارة الطيران، الطاقة والطاقة المتجددة، ميكاترونكس، الميكاترونيات، والهندسة الميكانيكية بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد. يشترط كمان يكون في عضوية في نقابة المهندسين. طيب، بالنسبة للنوع المطلوب ذكور فقط. بالنسبة لوظيفة مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات، ووظيفة مهندس عمرة وحدات طائرات، بيكون ذكور وإناث زي ما انت شايف معايا. طيب، الوظائف اللي بعد كده مطلوب مهندس صيانة أجهزة طائرات بالإدارة العامة للصيانات، مطلوب مهندس صيانة أجهزة طائرات بالإدارة العامة لصلاحية الطائرات، مطلوب مهندس عمرة أجهزة طائرات. الأسلوب التعيين بيكون بالتعاقد. الشروط الحصول على بكالوريوس كلية الهندسة أو ما يعادله تخصص كهرباء قوة أو اتصالات والإلكترونيات أو اتصالات أو حاسبات أو هندسة كهربائية أو طاقة كهربائية بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد، ويكون في عضوية في نقابة المهندسين. الوظائف دي مطلوب بالنسبة لمهندس صيانة أجهزة طائرات بالإدارة العامة للصيانة ذكور فقط. بالنسبة لمهندس صيانة أجهزة طائرات ومهندس عمل أجهزة طائرات، المطلوب ذكور وإناث. طيب، الوظيفة اللي معانا بعد كده مهندس عمرة محركات طائرات. أسلوب التعيين بالتعاقد. الشروط الحصول على بكالوريوس كلية الهندسة أو ما يعادله تخصص ميكانيكا قوة أو هندسة طيران وفضاء أو هندسة طيران أو هندسة وإدارة الطيران أو ميكاترونكس أو الميكاترونيات أو ميكانيكا إنتاج أو كهرباء قوة أو طاقة وطاقة متجددة أو هندسة ميكانيكية أو هندسة كهربائية بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد، ويكون في عضوية في نقابة المهندسين. النوع المطلوب ذكور وإناث. طيب، مطلوب مهندس كيمياء. أسلوب التعيين تعاقد. الحصول على بكالوريوس. الشروط الحصول على بكالوريوس هندسة كيميائية أو ما يعادله، يكون في عضوية في النقابة. النوع المطلوب ذكور وإناث. آخر وظيفة معانا مطلوب مهندس اتصالات للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات. أسلوب التعيين بالتعاقد. الشروط المطلوبة بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص اتصالات وحاسبات بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد. يفضل من لديه خبرة عملية سابقة في مجالات شبكات الحاسبات وأنظمة تأمين البيانات، يكون في عضوية في نقابة المهندسين. النوع المطلوب ذكور وإناث. طيب، شروط عامة. رقم 1، لا يحق للفرد التقدم لأكثر من وظيفة واحدة فقط، ويحق للشركة ترشيح المتقدم لأي وظيفة تناسب مؤهله طبقا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات. السن لا يزيد عن 30 عاما عند بداية قبول الطلبات. الشرط الثالث أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة، على أن يكون ذلك مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية. الشرط الرابع، يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس مديرية الشركة التابعة لها أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة، مع إحضار إفادة بذلك قبل إجراء أول اختبار تقرره الشركة. الشرط الخامس، الإجادة التامة للغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي لجميع الوظائف. الشرط السادس، الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا أو الإعفاء منها، أو من لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات، يعني اللي واخد تأجيل 3 سنين ممكن يقدم. الشرط السابع، يتم تقديم الطلبات على موقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على شبكة الإنترنت، الموقع اللي قدام حضرتك، وذلك خلال الفترة من الأحد 16/7/2023 حتى يوم السبت 22/7/2023. الشرط الثامن، يتم تقديم صورة من المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة، وهي المستندات اللي أنت تاخدها معاك: المؤهل الدراسي، السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعليه بالنسبة للذكور،
صورة من شهادات الخبرة إن وجدت، دمغة بقيمة 105 قرش زائد طابع الشهيد، بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة القيد بنقابة المهندسين، شهادة الميلاد، عدد 2، صورة شخصية مقاس 4/6. الشرط التاسع: لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعليه. الشرط العاشر: اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجراءها. الشرط ال11: توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 50 جنيه لخزينة الشركة لا ترد خلال الاختبارات. الشرط ال12: تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة. يبقى حضرتك هتقدم على الموقع اللي هو قدام حضرتك دوت. تمام. وتابعونا باستمرار، لو لينا اي حاجة تانية هنزلها على حضراتكم على طول. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعتذر عن طول الفيديو عشان الإعلان بس مليان كلام كتير. شكرا لكم وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.